احنا قررنا ناخذ اضراب يوم 2 نوفمبر ان شاء الله الرحمن الرحيم. السلطه المينائيه هي اللي تتحمل مسؤوليتها، وفي طبعا وهي اللي كتخلص. فيما يخص النقطه الثانيه، حنا غنبداو اضراب ديال 24 ساعه، لان حنا ناس مواطنون كنحبوا الاقتصاد ديالنا، وهذا النهار ديال 24 ساعه راه ماشي له حنا ما باغيينش، ولكن راه خساره كبيره للبلاد. وعاوتاني نعطيو التقييم ديالو وقابل للتمديد طبعا، والتقييم ديالو الساعه الاخوان عاوتاني غادي يجتمعوا وغادي يقرروا. ما قادرين يسيروا من نفسهم بحال هكا، ولا ما قادرينش يعملوا لي مويان، لان عرفتي شحال كيخلصوا في كل باساج، في كل عبور راه اموال طائله. اذا هاد الناس خصهم يوفروا ويسيروا، وما قادرينش يسيروا يمشيو بحالاتهم. اذا هذا مطلب كنظن مشروع، وراه سيدنا يشوف هادشي راه ما يرضاش عليهم، باش نقولوها نيشان، لان هذه معلمه كيخربوها وكيعملوا اضرابات، ولا خصهم حنا نعملوا اضرابات. ما فهمناش هاد المساله. كاين تقنين ديال الولوج الى المهنه، واش هذه شي حاجه زعما صعيبه اللي غادي هذا سالا غير مينيستيريال غادي الوزير خصو يخرج ويقول، تكون عنده الجرأه والشجاعه يقول شوف انا غنوقف هذا الكود اللي كنعطينا الناس هادو. راه 130 شركه يوميا كتخلق، عندهم 34,000 شركه، ما عارفينش واش هي كوميسيونير، واش هو نقال، واش هو هذا السيد هذا نزل هذه 10 سنين 7 سنين 8 سنين طلب باش يكون نقال. هذه ما عمره ما شرا شاحنه ديالها وكيشتغل كيفاش ما نعرف. 34,000 شركه، ماشي الاحصائيه ديالنا حنايا، الاحصائيه ديال الوزاره. هو يوقف هذا الشيء وينقي القطاع بحال يعمل في هذا المسافرين. وقف الكل تنشوفوا الناس هادو هما، ونشوفوا القطاع يعاود يوقف على رجلو ويعاود التحيه، وداك الساعه نهضروا. اما انت عندك واحد القطاع اللي هو مقنن، هذا القطاع دابا المشكل ديالنا حنايا لا سي اس كنخلصوها، رقم المعاملات كامل مديكلاري، الضرائب كنخلصوها، وباغي ترجعونا حنا نبقاو نخدموا حتى حنايا في الانفورمي. ما يمكنش ان اخراج نظام المقايسه. راه كل دوله تحترم نفسها، لان شنو هو المقايسه؟ وانا اليوم كنربح 100 درهم في هذا المنتوج هذا، هو زاد البترول ولا هبط خصني نبقى نربح انا 100 درهم ديالي، ماشي نولي نخسر الفلوس حيت زاد البترول. وكاين بحث السلاح راه اسهل حاجه، وكاين الضيقه 1974 يمكنش هنا مستثمر مخلوع شدوا الشيفور هز 2 كيلو دايره هنا في كرشو، عندك يقول ديالي هذا مشي معنا للحبس، راه ما عندها ثمن. بضاعه هزيتها هذا الكرسي هذا هو خرج منه، لقاو فيه في وسط منه شي حاجه، انا غنمشي للحبس والمطر يدير يدي ولي الكبير. علاش؟ واش دابا انا ملي غادي نجي نشارج واحد البضاعه خصني نهرسها نشوف شنو فيها؟ ما يمكنش. دونك حنا كنهضروا على تحديد المسؤوليه، وهنا اداره الجمارك مشات بعيد فيه وحددت المسؤوليه، خصهم غير يطبقوا داكشي اللي مشات فيه اداره الجمارك. خصنا نكونوا فرحانين وسعداء اليوم، لان غتبدا الموسم ديال الخضر والفواكه، موسم الفلاحي. ولكن اليوم لاحظنا باللي كاين واحد البلوكاج كبير اللي كيجعلنا نتاخروا واحد التاخر وما نوفيش مع الزبائن ديالنا في ميناء طنجة المتوسط. وصلنا لواحد النقطه اللي اليوم كما يقول المثل وصلوا السيل والزبون. بدينا كندوزو يومين باش نقدروا نخرجوا من الميناء. حنا كما نقول طنجة مع اسبانيا راه 2 سوايع، كنقولوا 3 ساعات، ولكن دابا ولات يومين 3 ايام، بقات 2 3 ساعات. ولا نهضروا على المواد الفلاحيه راه كتضيع من الثروه ديالها. دونك ملي كضرب يومين في الميناء وتقدر تبقى تخويها وتعاود افراغ، تعرض العمل ديال الافراغ مرتين ولا 3 مرات، كتفي الجوده ديالها. حنا كنقاله كنتحملوا المسؤوليه ديالها، والتامينات ما كيبغيوش ياخذوا لنا هذا. كيقول لك علاش نزلتي، علاش وقعت هذاك انقطاع لا ريبتور ديال لا شين دو فوا، يعني شين دو فوا سلسله التبريد وقفات، يعني السلعه هبطت ضربت 6 ساعات 7 ساعات عاوتاني رجعت للشاحنات باش تبردها.
دونك وملي كتوصل عند هذاك تا الجوده كتنخفض، ملي كتنخفض كتستعمل ديالها كينخفض، وحنا كنتحملوا المسؤوليه ديالنا، وحنا اللي كنجعلوا خصنا داك لابارتي اللي خسرها هذاك المصدر، حنا خصنا نتأمنوا مسؤوليتها، وحنا كيقطعوا لنا من الثمن ديالنا، وهذا الشيء راه خارج على الاراده ديالنا. زيد على هذا الشيء كاين الاتلاف ديال الشاحنات ديالنا. ملي الشاحنه توصل للميناء ديال طنجة المتوسط ويفسخ لك الخزان ديال الوقود، ودابا الشاحنات ديالهم راه ماشي هما الشاحنات ديال هذه 20 عام، الشاحنات ديالهم كلهم الكترونيك، كيفسخ لك الشاحن الخزان ديال الوقود، ولا يفسخ لك ولا يتقب لك شي بلاصه، راه كيجعل داك الشاحنه ولا داك الماتيريال ديالك ولا داك المقطوره كيعرض لنا واحد الاتلاف وواحد الخساره كبيره ماديه. هو مهول في المحروقات. مشينا حنايا عند الوزاره ديالنا وجلسنا معاهم، قال لك وحنا خرجنا لكم واحد الدعم ديال 6000 درهم، غنخرجوا لكم هذا الدعم ديال 6000 درهم، خصنا نفهموه لانه هو غير مدروس، هذا غير جا باش يعملوه. هي اللي كنهضروا عليها كنقولوا ضريب قال هو الدعم هذا اللي عطونا، يعني انا ولا كنعمل ولا عطيتيني انا 6000 درهم وانا كنعمل 15000 كيلومتر في الشهر، عطيني 6000 درهم وانا كنخلص، انا ولا جينا نحسبوا المازوت كان عندي 9 دراهم ولا 17 درهم وكنعمل 15000، يعني كنستهلك واحد 5 طن في الشهر، رددت عليا 35000 درهم، وانت كتزيد لي 6000 درهم، وفي ديك 6000 درهم كتقول لي ديكلاريها في رقم المعاملات ديالك باش غتخلص عليا الضريبه وغتخلص عليا التيفيه، يعني انا زادت لي 3400 درهم وانا تزادت عليا 35000 درهم. كنلقى المغرب قلنا لهم حنا ما بغيناش الدعم ما كيسلكناش، الدعم يسلك هذاك اللي كيعمل 50 كيلومتر في النهار ماشي مشكل، حنا ما سلكناش، حنا بغينا نظام المقايسه، لان حنا شكون المنافس ديالنا؟ حنا نقل دولي، دونك المنافس ديالنا هو الاوروبيين، هما الاجانب، هادو كلهم عندهم نظام المقايسه في البلاد ديالهم.